انستا باي خلاص ما بقاش ببلاش. تعال اقول لك ايه اللي حصل. خلاص رسميا من اول شهر ابريل، يعني كمان كام يوم، انستا باي اي تعامل عليه هيبقى بفلوس. الفلوس ديت او الرسوم اللي اتفرضت على انستا باي او على عملاء انستا باي هتبقى 1% على المبلغ. اقل حاجة هتتسحب منك جنيه، واكتر حاجة في الرسوم ديت هي 20 جنيه. طبعا لو انت عايز تستعلم عن الرصيد او كشف حساب مصغر هتاخد بس او هياخدوا منك نص جنيه. ولكن في حتة استعلام عن الرصيد ليك الحق انك تستعلم عن رصيدك 10 مرات في الشهر مجانا. طبعا انستا باي تقريبا الشعب كله بيتعامل عليه. معرفش ليه فرضوا رسوم، ولكن الرسوم ديت موجودة في كل حتة. لو فودافون كاش، لو بتسحب من أي حاجة برضو في رسوم. ولكن انستا باي كان الابليكيشن تقريبا الوحيد اللي معلوش رسوم. لكن خلاص ابو بلاش ده ما بقاش فيه منه، ومن اول ابريل انستا باي هيبقى بفلوس. انتوا بقى قولوا لي في كومنتات بعد ما عرفتوا الخبر دوت، هتفضلوا تتعاملوا على انستا باي ولا هتلغوا انستا باي وتتعاملوا بأني ابليكيشن؟ قولوا لي في كومنتات.